السلام عليكم اختي خويا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي كيخص الحلقه الثانيه من مسلسل عرس الديب. مسلسل اللي كيدوز في القناه الثانيه، مسلسل مغربي جديد كيجمع ما بين التشويق والاكشن بطولة الفنان المغربي محمد البسطاوي. كيف ما شفنا في الحلقه الاولى ان الديب اللي هو يوسف كان هرب مع الاب ديالو، والاب ديالو قال ليه باش يمشي عند الام ديالو باش ما تبقاش بوحدها وما يقتلوش حتى هو معاه. من بعد خرج الاب ديالو عند ديك العصابه وفعلا قتلوه. من بعد غنشوفو ان ديك العصابه تبعت يوسف باش تصفى عليه حتى هو، ولكن يوسف غيوصل عند واحد الشاف ديال العصابه اللي سميتو الكاطو، وفعلا غيعاونو. من بعد غيولي يوسف بحال الاب ديالو، غيولي يخدم مع الكاطو وغيولي هو اوعر واحد فيهم، وغيولي هو الشاف ديالهم. كلشي غيكون كيخاف منه. من بعد غيتشد في الحبس، الام ديالو غتكون رافضه الخدمه ديالو، ديما كتقول ليه بعد على هاد الخدمه وقلب على خدمه نقيه. ملي غيدخل للسجن الام ديالو غتوفى. هنا الديب غيقرر بلي يخرج من السجن يغبر، وفعلا داكشي اللي غادي يدير. غيهز رحيلو ويمشي للدار البيضاء، غيكري عند يزا اللي غيعتبرها بحال الام ديالو. من بعد غيحل واحد الكراج وغيأسس واحد الحياة جديدة ليه. هادشي طبيعة الحال قبل ما يجي ابراهيم. ملي جا ابراهيم قلب ليه كلشي، شافو في الكراج عرف بلي المشاكل ديالو غيبداو. هو حاول ما يبينش ليه بلي هو الديب، ولكن هما استفزوه بنورة وضربوهم. نورا هي اللي طلب منها زواج يوسف ووافقات. كانت مزوجة بوليسي وهو باقي كيبغيها. ملي غتقول لمها على انها الميكانيك طلب منها الزواج ووافقات، ما غتبغيش. وكذلك بنتها غتصل بالاب ديالها سالم وما غيصبرش. غيمشي عند نبيل وغيقول ليه بالاحسن ليك تبعد على بنتي ومراتي. هنا الديب غيتعصب وغيقول ليه بلي هاديك ولات خطيبه ديال سالم، ما غيعجبوش الحال، وغيمشي يجبد الدوسي ديالو يبقى يبحث فيه مزيان. ومن بعد غنشوفو الكاطو غتوصلو الصورة ديال الديب وغيعرفو باقي عايش. هنا غيمشي يقلب عليه وغيلقاه، وغيقول ليه باش يرجع يخدم معاه. ولكن الديب غيقول ليه من الاحسن ليك تبعد من طريقي وتخليني أعيش. ولكن الكاطو غيهددو بنورا وبنتها. غيقول ليه الديب غتبعد عليا وعلى نورا وبنتها. من بعد غنشوفو يزا غتلاحظ ان الديب ولا غير معصب ومقلق راسو، وغتسولو علاش اشنو واقع. غادي يعاود لها القصة ديالو، غيقول لها فاش كنت عندي 14 سنة فقدت الأب ديالي وخدمت مع العصابة في واحد الوقت، ولكن قررت باش ما نبقاش في ديك الطريق وهربت للدار البيضاء. قلت في هاد المدينة الكبيرة ما غيلقاونيش، ولكن للأسف هما لقاوني. ودابا هما كيهدزوني باش نرجع لديك الطريق معاهم وانا ما بغيتش. من بعد غنشوفو نورا فرحانة بزاف وغتبدا توجد للعرس ديالها، وهي ما في خبارها والو. اب بنتها غيجي عندها وغيحضرها منه، وهي بطبيعة الحال ما غتديهاش فاتورتو وغتقول ليه بلي ماشي سوقك وانا غنتزوج به. فعلا كتزوج هي وياه، وفي العرس كتعرف حقيقته انه كان خدام مع العصابة وغيبانو بزاف ديال الجرائم اللي دار. وهنا البوليس غيحاولوا يلقاو عليه القبض، ولكن هو غيهرب وغيشد واحد البوليسية معاهم وغيهددوهم باللي الا تحركوا غادي يقتلها. من بعد غيحاول يشرح لهم باللي ديك الطريق مشى ليها بزز منه. هنا العرس ما غاديش يكمل حيتاش نورا ما تقدرش على قبل بنتها. باقي بزاف ديال الاحداث اللي شيقه، غنكمل لكم المسلسل حلقه بحلقه. المسلسل اللي جديد وزوين بطبيعه الحال. الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلا لايك ولا كومونتير ديالكم، ولا بغيتوني نكمل لكم الحلقات الاخرين خليهم ليا في كومونتير. شكرا لكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد مع حلقه جديده ومع مسلسل جديد.